السلام عليكم حبايب، شلونكم؟ شلون الصحة؟ شلون اهلنا الغاليين بالعراق ببغداد بالشمال بالجنوب؟ مشتاقيكم. حاليا من إليزنبورن المقاطعة الألمانية ببلجيكا، متندمين ومتورطين، ريوق وغدا وعشاء زبد، خاصة بطولنا، قلنا لهم نجيبوا لنا مرقة وتمن، جابوا لنا مرقة مال اناناس، والله العظيم متندمين وراجعين ان شاء الله وقدمنا عودة، وهاي العالم مكيفة وفرحانة ببلجيكا، يعطيك باليوم يورو يعدال 1400 دينار اليورو، وباكيت الجقاير ب 6 يورو. ينطيك يوميا يورو ولفة القص ب 5 يورو، وصار لنا 16 يوم احنا لا مدرسة، لا انترنت، لا اكو ميحار، وضيم تحاكي يقول لك انا جبتك من الشارع روح ارجع للشارع، مكيفين هنا العراقيين، بس امان، بس امان، وهاي امان ومناظر حلوه، هاي بس هذا خضارات الدنيا، هاي كلها حدايق. البرد والله العظيم درجة الحرارة هسه 5 وقابلة للنزول، وهسه الحمد لله يعني وقف المطر، وقف قاعد تنث، هاي وقف المطر صار له ساعة تقريبا بس نث، وكل ساعة مطر وباردة، تروح للدكتور ورا يومين 3 يجيب لك العلاج انه انت انفلونزا يعطيك باراسيتول، والله ذله، والله كل العالم هنا عايشة على حساب كرامتها، يعني لا ابو سياره يوقف لك، لا احد يقدرك، تحكي وياه بالانجليزي ما يجاوبك، يريد الا تحكي بالالماني، وعنصريين، عنصريين بشكل والله العظيم. نصيحه لا حد يجي، نصيحه والله العظيم، لا تقولون شوف لا انا متجنس وجماعه دا يجوني واصرف عليهم ولا شيء، حالي من حالكم، نصيحه من واحد يكرهكم ما يحبكم، لا تجون لا تجون لا تجون. رحنا هاجرنا وتورطنا والله، همينا كنا نشوف ونسال العالم، سوينا اياها قمره وربيع، لما شفنا الواقع بعيننا والله العظيم ذله بذله، والله مذله، والعالم عايشه على حساب كرامتها، والله لا حد يجي بلجيكا، لا يجي، اللي يريد اللي عنده قرايبه او عنده معارف او اخوه او اي شيء بغير دوله، يعني ما اعرف هذا يجوز نضبط له كل الامور، بس بالنسبه لبلجيكا والله لا حد يجي، والله العراقيين اكو صار لهم 5 سنين و6 و7 هنا ببروكسل وبانتوربين وبليج، والله بس على الاقامه، هويه ما نعطيهم، جنسيه ما طالعت لهم، والله العظيم فد حاله حيل تعبانه. ونصيحه والله نصيحه، انا لا خاش شي بجيبي ولا ابد، ولا راح استفاد من عندكم ولا انظر من تجون، ولا مقعدكم ببيت ابويا ولا جاي عليكم، نصيحه لا حد يجي، والله والله لا حد يجي. انا اخوكم نصار المعموري، رحت وتورطت، والله تورطت، وهذول ايش قد طبعا اكو ناس من نزلت صوره انا بتركيا قالوا لا تروح لا تروح، ما اخذت بحكايتهم، والله العظيم لو ماشي بحكيكم، والله العظيم متندم، واللي راح يجي هسه ويعلق تعليق مو زين هذا شيء يعكس اخلاقك، انت متعلم على الذله وعلى المهانه وابقى باوروبا هنا، والله عايشين ذله، والله العظيم، الحمد لله والشكر راجع للعراق، وقدمت عوده وقلت لهم كل تعويض ما اريد من عندكم وكل شيء ما اريد، الحمد لله العوض على الله، خيرها بغيرها ان شاء الله، الخير ببلده، المال خير ببلده، ما له خير باي مكان، ها؟ لا حد يسولف لكم ويكذب لكم ويعطونا 5000 يورو 2000 يورو، ترى والله العظيم كله كذب، يعطونا باليوم يورو بالاسبوع 7 يورو، ويجون قاصين 2، ليش والله انت ما نايم قصيناك يورو. يلا عمي اقطع، اخوكم نصار المعموري وحر الكربلائي، ها؟